ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. فيديو جديد النهارده. طبعا لو اول مره تشوف القناه ما تنسيش تدوسيلي لايك وتسيبيلي اشتراك من كلمه اشتراك تحت الفيديو، ويلا بينا نبتدي الفيديو. اول حاجه كده بداتها معاكم ان انا هحضر الاكل. اكله سهله وسريعه وبسيطه جدا ومش هتاخد منك اي وقت ولا اي مجهود. هبتدي ان انا هحمر كده الشعرية بتاعتي. احنا كنا بالليل، يعني انا هحضر معاكم كده عشاء حلو وسهل وسريع وبسيط، وكمان كل الاطفال والكبار بيعشقوه وبنروح نشتريه بالغالي من بره. نزلت كده بحبة كده من الزيت. تقدري برضه تستخدمي زبدة لو انت حابة، او لو عايزة سمنة حطي براحتك. انا بحب الرز بالزيت اكتر حاجة او الزبدة، بس انا ما كانش معايا زبدة، يعني زبدة خلصانة من عندي، فحطيت زيت يعني وكده. وهبتدي ان انا اقلب كده الشعرية بتاعتي لحد ما تتحمر كده وتاخد لون حلو وجميل. انا بحب اضيف دايما يعني الرز بشعرية. طبعا الشعرية بتدي طعم حلو كده للرز وبتنفش كده، وكمان بتضاعف معاكي الكمية غير لما بتكوني عاملة رز سادة يعني وكده، او اللي هو حبة وحبة يعني. فبصراحة بحب اضيف يعني ايه الشعرية وكده، والشعرية برضو حلوة جدا جدا برضو طعمها في الرز. تقدري برضو لو انتي مش حابة رز بشعرية اعملي رز عادي. تقدري تعملي برضو رز بكركم لو انتي حابة، او زعفران. براحتك. تقدري تعملي رز حبة وحبة، تقدري تعملي رز ابيض. بصي يعني اللي تحبيه اعمليه. انا قلت هعمل يعني ايه رز بشعرية. اول ما الشعريه بتاعتي اتحمرت كده واخدت لون هنزل على طول بالرز بتاعي. وهبتدي كده اقلبه زي ما انتوا شايفين كده. بحب جدا ان انا اقلب الرز بتاعي شويه لحد ما كل الرز بتاعي يتغلف كده بالزيت علشان ما يعجنش معاكي. لو انتي الرز بيعجن معاكي خدي بالك من الخطوه دي. ما ينفعش تضيفي الرز بعد كده تضيفي الميه على طول، لازم تقلبيه شويه علشان لحد ما يعني ما كله يتغلف كده بالزيت، علشان يطلع كده معاكي مفلفل كده وحلو، وفي نفس الوقت يكون ما يعجنش منك خالص. جربي التركية دي بجد هتفرق معاكي جدا 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 في الرز. والرز بنظبط مقدار المية بتاعته بانك انتي ما تزوديش المية كتير قوي او كتير، يعني تبقى مبالغ فيها. حطي مية يا دوب تغطي الرز كده بحبة كده حلوين. بعد كده اول ما يغلي الرز هدي النار خالص كده لحد ايه ما يستوي براحته وينفش يعني وكده. بس بعد كده عندي البطاطس دي جايه مع الكيس الكوكي. انا هعمل النهارده كوكي. انا مشتريه كيس عادي جاهز من بره. هعمل كده حوالي 3 قطع، وهعمل كيس البطاطس ده جنبه. بس مش هعمل اكتر من كده. البطاطس بتاعته بتكون حلوة جدا كده زي اللي بنشتريها يعني، والاكياس اللي بتشتريها من بره حلوة كده ومقرمشة بجد بتكون حلوة جدا. حبيت ان انا اقلي في الحلة علشان بجد بجد الزيت يعني بيدعك البوتاجاز خالص، يعني بيدمر لي الدنيا بمعنى صح. فحبيت احط يعني في حاجة كده غويطة شوية علشان حتى لو يعني نطرت زيت تبقى من داخل الحلة وكده، الدنيا ما تتبهدلش معايا وكده. هقعد يعني مش هنقلبهم غير لما يحمروا كده وابتدي تنشف البطاطساية علشان نبتدي نسلق يعني سوري ان نحمرها كويس وكده. طبعا ما انا معليه النار عليها، مش مهديها ولا حاجه. اي حاجه بنقليها في زيت يعني ما بنعليش عليها، ما بنهديش عليها النار. بس ابتدي كده اقلب فيهم. بجد البطاطس والحاجات دي الاطفال بيحبوها، والوجبات دي حلوه جدا. وعايزه اقول لكم برضو هعمل السلطه بالطماطم والخيار والكابوتشا والجزر. بجد عايزه اقول لكم كان طبق سلطه كده معتبر، وعملت حطيت له عليه كمون وملح وفلفل اسود وليمون. بجد بجد كان طبق كده زي عظمه. هتشوفوا شكله معايا في اخر الفيديو. لو انت عامله دايت او عايزه تخسي، طبق السلطه ده بصي مشبع وحلو ومش هيتخنك خالص.
وبجد حلو جدا، وليه طبعا افادات كتيرة يعني لا غنى عنها يعني وكده. بس هنا البطاطس بدأت تاخد معايا كده لون. اول ما بدأت تاخد معايا لون كده هبتدي ان انا اشيلها واصفيها كده من الزيت علشان ما تكونش معايا مزيتة كده ومش حلوة يعني وكده. هبتدي ان انا اشيلها كده من اصفيها، وهنزل بعد كده بالكوكي. طبعا انا كنت مطلعاه من قبلها، يعني من قبل ما ابتدي كده في الرز طلعت الكوكي عشان يفك شوية لانه كان في الفريزر والجو برد. فكان محتاج ان هو يفك شوية، مش كتير يعني، ما تطلعوش من قبلها بيوم، لا قبلها بنص ساعة ب10 دقايق كده، مش اكتر من كده. انا طلعته قبل ما اشتغل في الرز علشان ما يفرقعش زيت، وبرده فرقع زيت زي ما انتوا شايفين، بهدل لي الدنيا خالص. عايزه اقول لكم بجد بجد بقيت بحط الواحده كده وبغطي الحله لحد ما تاخد كل الطرطشه بتاعتها، واقفل تاني واعمل كده لحد ما هدي يعني معايا الزيت وكده، والميه بتاعت اللي هديت اللي فيه. بس وهدي النار واسيبه لحد كده ما يستوي كويس. وطبعا ما بدعليش عليه النار علشان ما يطلعش ني من جوه. لازم نخلي النار هاديه شويه. بس وبس اوريكم شكله في النهايه هيكون عامل ازاي. انا هديله مره ناحيه دي ومره الناحيه دي، وانتوا زي ما شايفين انا مش حاطه زيت كتير، يعني يدوب حاجه بسيطه. وهنا بس وانتوا اديكم شايفين شكله عامل ازاي. الرز كان مفلفل وخطير بجد بجد، كان تحفة. شايفين شكله عامل ازاي. وكنت طلعت البطاطس وسايبة كده الكوكي بياخد يعني لون حلو يعني وكده. وبس، وده كان شكل الاكل بتاعي. عايزاكم تقولوا لي رأيكم. وجبة كده حلوة وسهلة وسريعة وبسيطة جدا جدا جدا، وكل الأطفال والكبار كلنا كده على بعضنا بنحبها جدا جدا. تعالوا اوريكم شكل السفرة هيكون عامل ازاي. بصوا شايفين شكل الأكل. وادي طبق السلطة. عايزة اقول لكم طبق سلطة كده خطير، والعيش الشامي مع الأكلة دي بيكون ليه مذاق كده حلو ومميز. وادي شكل الرز، وادي السلطة، وادي البطاطس، وادي الكوكي. وبس، وده كان الفيديو بتاع النهاردة. يا رب يعجبكم. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك. اشوفكم في فيديو جديد، ويلا مع السلامة.